ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقه شاورما فراخ بطريقه سهله وبسيطه جدا. بس قبل ما نبدا اي حاجه، بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وازد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. هنا انا معايا كيلو الا ربع صدور على اوراق متقطعه رفيع. الشاورما انا بحبش احط الصدور لوحدها عشان تبقى ناشفه، لا بحط نص كده ونص كده. وبحط معلقه زيت كبيره، معلقه خل كبيره، معلقه زبادي ومعلقه لبن. والتوابل بتاعتنا معلقه ملح كبيره، معلقه فلفل، معلقه بابريكا، بصل بودر، جنزبيل، ومعلقه ونص معلقه زعتر ونص معلقه سكر. وبتقلبيهم كلهم مع بعض وتركيهم مثلا حوالي من ساعه لساعتين علشان مثلا الفراخ تشرب التتبيله. وطبعا غير ولو انت حابه تعمليها في وقتها على طول مفيش برضو مشاكل، بس يعني هو بيستحسن اللي هي تتركن شويه. بعد كده بتكوني محضره طاسه او حله وتكوني مسخناهم كويس جدا جدا. وانا بحب احط مثلا ايه، وفي ناس مثلا بتحط زيت، لا انا او سمنه. انا بحب احط معلقه سمنه واكون مسخناها كويس جدا واروح نازله عليها بالشاورما. بس انا هنا عندي الشاورما كانت اكتر من حجم الحله، فبعمل ايه بقى؟ باخد نصها وبسيب النص التاني، لما النص الاول يتشمع بروح نازله بالنص التاني، عشان لو نزلتيها كلها مره واحده الحله هتبرد منك، فالفراخ هتنزل الميه اللي جواها، فهتنشف منك النسيج بتاع الفراخ هتنشف، فهتدي طعم مش حلو خالص. لا احنا عايزينها تحتفظ بطراوتها وتفضل تبقى جوسي من جوه زي ما انت شفتي معايا كده. انا خدت الجزء الاول صدمه، ولما اتشمع رحت راكناه كده على جنب، وروح نازله برده بالجزء التاني. بعد كده بروح مقلباهم كلهم مع بعض، ولما بحس ان هي دخلت في التسويه بروح نازله عليها ببصلايه انا مقطعاها جوانح. بس ما تحاوليش ان انت تدبلي الخضار، لا هي حلاوه الشاورما اللي الخضار بيفضل معاكي محتفظ بقرمشته، وفي نفس الوقت برضه طبعا بيبقى مستوي. بس يعني ما تحاوليش ان انت تفضلي تسوي فيه كتير، لا انت بتسوي الفراخ 3/4 تسويه وتروحي نازله عليها بالبصلايه، وتروحي مقلبه البصل كويس. لما تحسي البصل بدا يصفر معاكي بس ما تبلش خالص، بتروحي نازله عليه بفلفل الوان. انا هنا كان عندي فلفل الوان احمر واخضر واصفر مقطعاهم برضو جوانح، وبروح نازله بروح ضيفاهم. وبعد كده برضو بفضل اقلب شويه كده واروح مغطيه الحله لغايه ما احس خلاص ان الفراخ استوت معاكي. لما تحسي الفراخ استوت معاكي بتكوني محضره طماطمايه صغيره، دي برضو اختياري تكوني مقطعاها. وكمان المفروض ان انت مثلا ايه، لو عندك بقدونس دي بتدي اضافه جميله جدا، بس انا ما كانش عندي بقدونس، ما كانش متاح بقدونس. بروح مقلباه زي ما انت شايفه كده، وبروح سايباها تستوي شويه. بعد كده دخلت خلاص، هي كده خلاص تقريبا الشاورما استوت. طبعا احنا ما ضفناش اي توابل تاني عشان احنا كنا ضايفين التوابل كلها في البدايه. وتروحي ضايفه الطماطم وتروحي مقلباها يا دوبك هي تقليبه واحده بس عشان الطماطم ما تطراش معاكي، لا تفضل طعمها كده تدي طعم حلو. بس كده وبكده تكون اكلتنا خلصت النهارده. لو وصلتي معايا لاخر الفيديو متنسيش اللايك ولا الشير، لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو في اي حاجه انتوا نفسكم تعملوها احنا ممكن نساعد بعض، تبعتوها لي في الكومنتات ونعملها مع بعض ونستفيد ونتعلم من بعض يا حبايبي. وبألف هنا ليكوا يا حبايب قلبي. بس وزي ما انت شايفه معايا كده، بصي الشاورما طالعه طعمها جميل جدا وجوسي